وأنا واحد منهم. لابد لكل إنسان من أن يجد ولو مكان يذهب إليه، لأن الإنسان تمر به لحظات لا مناص له فيها من الذهاب إلى مكان ما، إلى أي مكان. هل تدرك يا سيدي الكريم ما معنى ألا يكون للإنسان مكانا يذهب إليه؟ هذا الكلام وهذا السؤال المؤلم قد ورد على لسان مارميليدوف السكير الذي قابل راسلنيكوف بطل رواية ديستويفسكي الخالدة الجريمة والعقاب. تمتاز كلمات ديستويفسكي بأنها صالحة أن نسقطها على أي موقف في حياتنا، بل أستطيع أنا شخصيا أن أضعها عنوانا يلخص حياة هذا الرجل. هل تدرك ما معنى ألا يكون للإنسان مكان يذهب إليه؟ لم يقصد ديستويفسكي مكانا جغرافيا بالتأكيد، ولكن كان يقصد مكانا في قلب أحدهم، شخصا ما يكون الملجأ، شخصا ينجح في احتواء كل ما تمر به. ولكن هل عدم وجود ذلك الشخص مؤلم؟ هل يهتم كثيرا بما تشعر به؟ أظن بأن الجواب نعم، مؤلم. أتعلم ذلك الكلام الذي قال مارميليدوف في الحانة، وقال أن خروج الكلام من القلب يكون للغرباء وليست العائلة. هل تعرف كيف يكون شعورك ومشاعرك حين تجد أن أهلك وعائلتك أقل الناس فهما لمشاعرك؟ تجد 300 رقم على الهاتف، ولكن لم تجرؤ قط على الاتصال بأحدهم واختيارها لتبكي له وتبوح لها بمشاعرك. تذكرني هذه الكلمات أيضا بقصة الكاتب الشهير لمن أشكو كآبتي للكاتب أنطوني تشيخوف، الذي تحدث أيضا عن أنه لا يوجد شخص يشفق عليك. لا بد لكل إنسان من أن يجد شخص أو مكان على الأقل يرى ويسمع ويتكلم ويحدثه بمشاعره حتى لا يهرب الأمل من القلب. ما سبق بصوت المعلق الصوتي محمد سامي. لا تنسونا من دعم المحتوى الهادف والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لننشر كل مزيد.